الأستاذ أحمد عبد الوهاب، وكيل أول معهد مبارك محمد علي الإعدادي الأزهري بنين. بتكلمنا سيادتك عن ذكرياتك داخل هذا المعهد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أولا طبعا معهد مبارك تم إنشاؤه في عام 2005. لم يكن له مبنى معين، ولكن انضم إلى معهد مبارك محمد علي الابتدائي. فمن 2005 حتى اليوم يعلم الله أن المعهد مر بمراحل عديدة، وكلها نخبة من المدرسين المتميزين، ونخبة من المشايخ، ونخبة من الوكلاء، والمعهد ماشي على أتم حال وأتم استعداد. في بداية الأمر طبعا كنا قلة، كان 3 ذكور اللي هو شيخ المعهد والسادة الوكلاء، وأغلبيتهم مدرسات فاضلات، ولكن كانوا متميزين في عملهم. ولحق بنا بعد كده من السادة الوكلاء الأستاذ أبو بكر، وخير مما يمثل الأزهر في الثقافي. وأيضا كان هناك نخبة من المدرسين المتميزين، والمعهد برضو سار سيرا حسنا. والله أفضل الأوقات اللي أنا يعني عصرت فترة كثيرة في المعهد، بقول لك من 2005 حتى هذا اليوم. وطبعا قضيت مع مشايخ كتار، منهم الشيخ الله يمسيه بالخير الشيخ عامر الكومي، وهو من الناس الأفاضل برضو الذين قادوا المعهد. وكذلك الشيخ محمد محفوظ برضو من السادة الأفاضل الذين قادوا المعهد. وكذلك الشيخ عبد الباسط برضو من السادة الأفاضل الذين قادوا المعهد ويقودوه حتى الآن. نعم. والله هناك كثير من المواقف الظريفة والطريفة داخل المعهد، لأن الأسرة كلها كانت طبعا على قلب رجل واحد، فكان هناك كثير من المواقف الظريفة والمواقف الحسنة. المدرسين عندما تتصل بهم إن كان بالليل أو بالنهار لا يتأخروا عن العمل. لا أنا دائما مبتسم، ودي مقولة أبو بكر طبعا كان يقول أنت دائما مبتسم، فالحمد لله تبسمك في وجه أخيك صدقة، ولم أكشر في أحد أبدا إلا في مواقف بسيطة يعني. طبعا وكبنا مشايخ الأزهر الشيخ جاد الحق عليه رحمة الله، وهو كان أحد مشايخ الأزهر الذين يفتخر بهم الأزهر. وكذلك الشيخ محمد سيد طنطاوي عليه رحمة الله برضو من المشايخ الأفاضل عليه رحمة الله. وكذلك الشيخ أحمد الطيب ربنا يعطيه الصحة وطول العمر ويوفقه في عمل للأزهر، لأنه عمل كثيرا للأزهر ويعمل إن شاء الله بإذن الله. والله أقول أولا السادة المدرسين دائما تراعوا ضمائركم في العمل بالتدريس، وهي المرحلة الأولى أهم حاجة التدريس. والإدارة برضو تكون مراعية للمدرسين ومشاكلهم وحل المشاكل، وربنا إن شاء الله يوفق القائمين على العمل بالأزهر وبالمعهد مبارك والنهوض به إلى أعلى مستويات. أخيرا ماذا تتمنى أن تفعل بعد الخروج من الأزهر الشريف بصحة وعافية؟ طبعا الحمد لله الذي أتم لنا العمل على أكمل وجه، وإن شاء الله ربنا يدينا ويديك الصحة، نتفرغ إلى عبادة الله، نتفرغ إن شاء الله إلى عبادة الله. أستاذ أحمد عبد الوهاب الشهير بالأستاذ أحمد الضوي، بنشكرك على هذا اللقاء، ونتمنى لك كل التوفيق في حياتك المستقبلية القادمة. الشكر لك ولمن ساهم في هذا الاحتفال، وإن شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتكم، وشكرا جزيلا.